السلام عليكم، معاكم احمد عصام من اسهل فورمه، والنهارده هنعمل تمرين الكتف. هي بيزكس شويه سواء انت كنت مبتدئ او سواء كنت محترف، بس هي تنفع معاك جدا لو انت لسه مبتدئ. طيب يا سيدي شكرا. ان هي هتجيب كل البيزكس او كل الاساسيات في عضله الكتف سواء امامي او جانبي او خلفي. يلا بينا. واي حاجه هنعملها قبل اي تمرين هو الورم اب او التسخين. مهم جدا نسخن زي ما قلنا من 5 ل 10 دقائق، وانا كنت عامل فيديو كامل كان فيه تسخين، روح اتفرج عليه لان مهم جدا زي ما قلنا التسخين، لانه هيقلل جدا الاصابات اللي بتحصل اثناء التمرين. A few moments later. اول حاجه هنبدا بيها هي البار الامامي او الباربل شولدر بريس. التمرين ده في ناس كتير جدا بتلعبه واقفه وفي ناس تلعبه قاعده. بص الاثنين ما فيهمش مشكله خالص، مفيش حاجه اسمها صح او غلط، بس وانت واقف غالبا انت هتحمل اكتر على فقرات الظهر اللي ورا. يعني انت غصب عنك مع الوقت لما تيجي تلعب فالوزن تقيل، فهتلاقي ظهرك ادى تقويصه، فتيجي تلعب تلاقي التاثير جاي على الفقرات من ورا. احنا بنلعب عشان يبقى شكلنا حلو او عشان صحتنا، مش عشان نبوظ جسمنا. فاللعب وانت واقف ده انا ما بشجعوش بصراحه، لان انت بتحمل قوي زي ما قلنا ورا على الفقرات. ممكن وانت قاعد احسن. بص بقى المسكه هتبقى في مستوى الكتف، يعني انت ما تلعبش واسع. لو لعبت واسع يبقى انت كده جبت الجانبي. احنا هنضيق هنا اهو عشان نجيب الامامي. تمام. هتنزل الحركه تبدا من تحت، حركه الباربل شولدر بريس بتبدا من تحت هنا. تمام. وتطلع ما تفردش قوي، انا ما بحبش الفرد قوي عشان الكوع، عشان ما يحصلش اي عمليه خشونه، عشان ما يعملش اي اصابه. فحاول دايما انت تنزل هنا لحد تحت خالص، البدايه من تحت خالص وتطلع. التمرين ده غالبا هيأثر رقم واحد طبعا على الكتف الامامي، بس هيشغل معاك البنج العالي، الصدر العالي من هنا. لكن برضو بالنسبه للماسكه زي ما قلنا الماسكه بتبقى ضيق شويه، يعني انت يا دوبك في مستوى الكتف اوسع من مستوى الكتف حاجه بسيطه، ما يبقاش واسع قوي. انت لو لعبت كده زي ما قلت لك في مستوى الكتف اوسع حاجه بسيطه، انت بتاثر على الكتف الامامي وبتاثر على البنج العالي. لكن لو وسعت انت كده بتاثر على الكتف الجانبي والكتف الامامي والصدر العالي. تاني تمرين هيكون معانا الفرونت دمبل ريس او الرفرفه امامي. هو برضه بيأثر زي ما قلنا على الكتف الامامي. تمام. هنلعبه عادي جدا زي ما كل الناس بتلعبه. ممكن تلعب وان هاند كده مع بعض، واحده ورا الثانيه، ممكن تلعب الاثنين مع بعض. اهم حاجه بص نهايه الطلعه بتاعتك هنا كده في مستوى النظر، مستوى بصرك. تمام. اعلى من كده، لو طلعت اعلى من كده، لو طلعت اعلى من كده يبقى انت بتشغل معاك الترباس، فانت شغلت الكتف الامامي والترباس. تمام. فاحنا زي ما قلنا احنا هنأثر كده كده، انت اي لعب امامي في الكتف هيأثر معاك اعلى البنج او اعلى الصدر. فاحنا هنلعب اهو كده، حاجه بنأثر على الكتف الامامي والصدر العالي. احنا كده خلصنا الكتف الامامي. التمارين اللي قلنا عليهم تلعبهم 3 في 10. وهنلعب دلوقتي الجانبي. هنلعب اول حاجه تجميع بالدمبل. تمام. او الدمبل شولدر بريس. بص بقى عشان في هنا كلام كتير، انت برضو ممكن تلعبها وانت واقف وانت قاعد، فاهمني؟ الاثنين زي ما قلت مش تفرق كتير. يعني زي ما قلت لك انت لو انت تلعبها وانت واقف فانت بتحمل شويه على فقرات ظهرك من تحت، لان انت مع الوزن غصب عنك هيحصل زي تقوس كده في ظهرك من تحت. لكن وانت قاعد انت يعني موضوع مور سيفتي اكتر. هنلعب كده. تمام. مش لازم ترجع كتفك قوي ورا او تقرص على الكتف الخلفي، قدم قدام سنه كده تطلع كده. تمام. فممكن تلعبها وان هاند كده وكده. تمام.
ممكن تلعبها في نفس الوقت، ممكن تنزل دمبل وتلعب بس دمبل واحد، ثبت ايدك كده وتلعب كده. كله صح، دي كده صح ودي صح، الموضوع ما فيه بس تغيير، انت بتعمل تغيير عشان ما تملش، لكن كله صح. لكن انا عن نفسي مثلا بحب العب بالتو هاند مع بعض كده. مهم طبعا شرب الميه، الميه مهمه جدا جدا اثناء التمرين. زي ما قلنا الميه بتقلل الاصابات اللي بتحصل اثناء التمرين. التمرينه الثانيه في الكتف الجانبي وهي السايد لاترال ريسز او الرفرفه الجانبي زي ما هي معروفه. بص بقى هنا في اللعبه دي، في ناس تلعبها من قدام، يعني معظم الناس تقول لك من قدام وتيجي تقول لك اصل من الجنب ده غلط. في ناس تلعبها من ورا. بص سواء هنا او هنا او هنا هو كله صح تمام. الموضوع ان انت بس مع تغيير الوضعيه بتاعت الستارت بتاعتك او البدايه، فانت بتشغل كل الفايبرز اللي في العضله، فاهم قصدي؟ يعني انت بتشغل كل الفايبرز اللي موجوده في عضله الكتف. فانا الافضل ان انا شايف ان انت تبدا من الجنب هنا، دي بتريحنا انا بصراحه شويه، بس انت ممكن كل فتره تلعب حاجه فيهم، كل فتره تغير تمام. الوضع زي ما احنا قلنا هنمسك كده تمام. اهم حاجه بقى في السايد ليتر ريسز او في الرفرفه الجانبي ان انت نهايتك الستارت بتاعك من تحت والنهايه بتاعتك مستوى كتفك، ما تعلاش اكتر من كده. يا سلام بقى لو عملت هولد فوق جامده. مهم بقى جدا في موضوع السايد لاترال ريسز ان انت ما تعلاش قوي زي ما قلنا، لان انت لو عليت قوي انت شغلت معاك الترباس كده اشتغل، واحنا عايزين نشغل الكتف الجانبي بس تمام. هنيجي بقى للكتف الخلفي. احنا كده لعبنا شكلين جانبي وشكلين امامي 3 في 10 كل واحد فيهم. نيجي بقى للكتف الخلفي، هنلعب هنا على جهاز البيك باك او الفراشه. حاول دايما ظهرك يبقى هو رامي قدام واسفل ظهرك لورا كده ماشي، وايدك مفروده. لما تيجي ترجع حاول يبقى تاثيرك كله على الكتف زي ما انت هتشوفه كده. انا بس نخفف الوزن شويه. شايفين الخلفي هو اللي شغال عندي مش الظهر، لا العضله الخلفيه هي اللي شغاله، عضله الكتف الخلفي، لان انا رافع كوعي. فلما رفعت كوعي كل التاثير او الافكت كان على الكتف الخلفي. السلام بقى لو عملت هولد، لما ترجع تعمل هولد جامد قوي على العضله تعمل زي سكويز عليها، فدي حاجه كويسه جدا. نيجي للشكل الثاني للكتف الخلفي هو الكيبل فيس بول او السحب بالركب تمام. مهم جدا لما تيجي تلعبه شايف كوعي يبقى عالي كده. في ناس بتمسك الروب كده وفي ناس بتلف ايديها كده، ما فرقتش ان شاء الله تمسكه بالطريقه اللي انت عايزها. اهم حاجه يبقى كوعك هو اللي عالي عشان ما يجيبش معاك ظهر. لف كده دلوقتي من ورا، بص كده الاداء بالظبط. هتلاقي الكتف الخلفي هو اللي شغال بس، وبعمل سكويز ورا. مهم جدا زي ما وريتكم يبقى كوعك مرفوع، تعمل سكويز العضله جامد جدا وتلعبها برده 3 في 10. كده احنا خلصنا كل اشكال الكتف الامامي والجانبي والخلفي. هنلعب اخر حاجه الترباس. نبدا باول جهاز الاب رايت رو تمام. ممكن تلعبه بالبار عادي مفيش اي مشكله، بس انت كمبتدئ يعني خليك في الكيبل احسن عشان الموضوع يبقى اسهل بالنسبه لك في موضوع التحكم بالوزن تمام. هترفع برده كوعك فوق، بص كده كوعك هو اللي عالي عشان تشغل الترباس.
وهي فيها برضو كتف امامي، يعني الكتف الامامي شغال معاك بنسبه كبيره. يا سلام بقى لو عملت زي ما قلنا ايه سكويز فوق كده، اعمل معاك شغل جامد. نلعب اخر حاجه في الترباس الدمبل شراج كده. بصوا الترباس برضو شغل معاك الترباس، اهم حاجه الهولد فوق، وطبعا نلعب باوزان. تمام، اللعبه دي مهمه جدا الاوزان، بس زي ما قلنا اللعب الصح، يعني ما تخليش الاوزان يجي على حساب اللعب الصح، اهم حاجه اللعب الصح. بص كده هتعمل هولد، عايزك تيجي من ورا يا زياد عشان اوريهم حاجه. بص اهم حاجه وانت بتلعب كتفك راجع لورا كده وبنجك هو اللي عالي. تمام، تعمل هولد تنزل بالراحه قوي، تطلع تعمل هولد وتنزل بالراحه. كده احنا خلصنا تمرينة الكتف، تمرينة بيزكس فيها كل حاجة شغلناها سواء الأمامي أو الجانبي أو الخلفي، والترباس هي بيزكس مهمة جدا لو أنت لسه مبتدئ، هتساعدك جدا. وبرده يعني أنا بلعبها، يعني أنا نفس التمرين بلعبها، التغيير في اللعب مهم جدا، مهم جدا زي ما قلنا. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، والفترة الجاية أعمل لكم برده تمارين للبنج وتمارين للصدر وتمارين للظهر والرجل وكل حاجة والباي والتراي وكله. وهعمل لكم سواء كنت مبتدئ هعمل لك تمارين وانت مبتدئ، وتمارين برضو لو انت كنت محترف، وكل حاجه ان شاء الله. روح بقى اشترك في القناه عشان يوصل لك كل التمارين الحلوه اللي احنا قلنا عليها دي. والسلام عليكم.